الصديقات العزيزات، الأصدقاء الأعزاء السوريين والسوريات في الوطن والمهجر، مرحبا. السؤال البديهي الذي يطرح حاليا هو نحن شو بدنا؟ بدنا دولة وطنية حقيقية ولا بدنا دولة مركزية دينية طائفية مثل ما كان موجود؟ هذا أولا. ملحق بهذا السؤال أنه كمان السوريين شو بدهم؟ إعادة إنتاج لدولة البعث وأكاذيب دولة البحث وحيل ودجل وأباطيل دولة البعث التي كانت تقدم للسوريين وللعالم على أنه هي دولة علمانية وتحافظ على المكونات وتحمي المكونات السورية والأقليات السورية. هكذا كانت دولة البعث والأسد تقدم وتصدر نفسها للناس. الآن أيضا دولة الشرع أو دولة هيئة تحرير الشام أو دولة حسن الدغيم زائد أبو عمشا تحاول أن تقدم لنا صورة مضللة وصورة مخادعة، ويعني تكذب على السوريين أولا وعلى العالم ثانيا، تطمين العالم وإرضاء العالم والعالم ككل، يعني حتى إسرائيل، العالم العربي، أمريكا، أوروبا، في مسعى أنه مسعى التمكين أو ممارسة التقية في هذا الإطار حتى يتمكنوا تماما من بسط سيطرتهم ونفوذهم وإيديولوجيتهم على المجتمع وعلى الشعب. طيب، كثير منا يعني يتساءل من المعتدلين طبعا انه نمهل فرصة ونحن خرجنا من 60 سنة من تحت أنقاض دولة البعث، مش معقول يعني نطلق أحكام متسرعة على دولة جديدة أو حكومة جديدة أو نظام جديد يحاول أن ينهض بالدولة. طبعا هذا الكلام جميل ويعني ممكن الأخذ به، لكن لا يمكن السكوت على المؤشرات الدامغة التي تفقع الأعين فيما يتعلق في سعي هذه الحكومة للكذب علينا وعلى العالم وطبخ وطهي دولة دينية مركزية يعني تشبه إلى حد كبير دولة بشار الأسد ودولة البعث، وربما تكون أسوأ. يعني لسه نحن جربنا دولة البعث والآن بصدد أن نجرب دولة الشرع ودولة جبهة النصرة هيئة تحرير الشام. ف وبعدين نحكم، هل نترحم على دولة البعث ونقول يا ريت اللي جرى ما كان مثلا، يعني أم يعني نقبل ونذعن ونستسلم لدولة أحمد الشرع ودولة أبو عمشة أو حميدتي سوريا؟ يعني في السودان عندهم أبو عمشة حميدتي، وعندنا كمان في سوريا حميدتي، يعني الخاص بسوريا. طالما البعض يتحدث عن خصوصية سوريا، سوريا لها وضع خاص مختلف عن بلجيكا، مختلف طبعا. عندما يطرحون هذه الخصوصية وجه المقارنة مش انه سوريا احسن من بلجيكا او سويسرا، وما يليق ببلجيكا وبسويسرا لا يليق بسوريا، لنا خصوصيتنا. شو هاي الخصوصية؟ طبعا هي النظرة الدونية للذات والنظرة الدونية للبلد، انه ما بينفع انه تكون سوريا تشبه بلجيكا وهي تشبه بلجيكا، وتشبه سويسرا وهي تشبه سويسرا، يعني لكن اللي بيحاولوا يعني يعملوا هيك محامي دفاع او يترافعوا عن
هذا السعي أو هذا التضليل أو هذا الدجل الذي يمارس علينا أو هذا التضليل أو هذا الدجل الذي يمارس علينا أحيانا تكون حجج هيك واهية وسخيفة ومتهافتة وتافهة. بالمحصلة يعني عندما يجي واحد يعمل فيها محامي دفاع ويترافع عن حكومة الشرع، لازم يكون عنده حقيبة مليئة بالأسانيد والبراهين التي تسكتنا وتسكت العالم وتقنع السوريين بأن كل هذه الانتقادات ليست في محلها أو أقله مبالغ فيها. وبيجي لي واحد يعني مو فهمان الخمسة من طمسة ويحاول يبرر هذا السلوك. طبعا التبرير أحيانا بيكون تبرير شكلاني وسخيف، أنه أنت بتحط العلم الكردي، وين العلم السوري؟ ليش ما بتحط العلم السوري يعني؟ طبعا ما بيركزوا على الأفكار، لأنه هن عاجزين عن تفنيد هذه الأفكار، فبيروح بينكشوا شغلات ما لها علاقة بموضوع النقاش، لها قضايا تانية، مسائل تانية. أنت بتحط علم دولة انفصالية، يعني لو كان العلم علم فرنسي أو بريطاني أو إنجليزي أو بلجيكي أو ألماني ما في حكي، بس لأنه العلم كردي هيك بيتحسسوا. هلا العلم العلم السوري كمان صار موجود، راح يدوروا على أمور تانية. طيب العلم السوري الموجود شيل العلم الكردي مثلا، ودائما في هذه المتاهة وهذه المعمعة والهروب من الإجابة وتعبير عن العجز، عجز امتلاك طاقة الإقناع أو وعي الإقناع بالفكرة اللي هن بيؤمنوا فيها أو اللي بيدافعوا عنها، وهكذا يعني. عموما معضلة العالم كمان اتحلت يعني. وصلني اليوم يعني أحد الأصدقاء أرسل لي علم، لبين ما أشوف أحسن منه هيك أجمل وأحسن سأستعين بهذا العلم لكي يحاول الذين ينتقدون موضوع العالم يحاولوا أنه يجتهدوا أكثر ويخوضوا في الأفكار أحسن من الخوض في الأمور التي في تقديري وظني هي مسألة شكلية. أنا ما عندي أي مشكل، يا ما حمل هذا العلم لما كان علم الثورة، وما عندي مشكل أبدا يعني. لكن كل ما في الأمر أنه بالفعل عشرات المرات طالبت من الأصدقاء أنه يأمنوا لي علم بنفس هذا الحجم الصغير يوضع على المكاتب، واللي كانوا بينتقدوني أنا طالبتهم في هذا الإطار، وأنا جاهز أنه أدفع الثمن والشحن والتكاليف والنفقات هي. ما كان حدا يستجيب، لكن وكانوا هيك بيعتبروا أنه من مصلحتهم أنه يبقى العلم السوري غير موجود حتى يشككوا في الوطنية وفي الانتماء الوطني ويطعنوا في إطار الهروب من الإجابة على الأسئلة التي أطرحها أو رد الفكرة بما يناقضها من أفكار قوية لديهم ومن أسانيد وبراهين يمتلكونها. طبعا ما كان فيها هالشيء. كل واحد بيجي بيناقشني في هذا الموضوع اللي أنا بطرحه أو أي موضوع آخر، يعني يقع في مطبات ومآزق أخرى، يعني تتبين هشاشة منطقه وتهافت الأرضية التي يقف عليها وبطلان الأسانيد اللي يستند عليها. على العموم، بالعودة للسؤال المركزي، وماذا نريد؟ هل نريد دولة وطنية أم دولة دينية؟ إذا بتسأل نخب السلطة الحالية، وهي يعني أغلب الموجودين في المشهد الإعلامي،
كانوا ضد جبهة النصرة لما كانت جبهة النصرة تحكم إدلب. الآن صاروا مداحين ورداحين ومعروفين، مش حاجة يعني أن أذكرهم بالأسماء كمان، وبيعرفوا نفسهم وبيشوفوا هذا الفيديو وشافوا الفيديوهات السابقة. مش مشكل يعني، فليكن يعني امبارح أبو محمد الجولاني أو أحمد الشرع كان بالنسبة لهم العدو، هلا صار الزعيم المفدى والقائد، ويصار إلى أسطرته ونمزجته ويعني تقديمه على أنه زعيم ومحرر وكل اللي بنشوفه يعني على السوشيال ميديا أو في الإعلام. هؤلاء إذا طرحت عليهم بدكم دولة دينية، حاشا وكلا، نحن نريد دولة وطنية، دولة عدالة ومساواة ودولة مواطنة، وكلنا وطنيين وكلنا سوريين، ولا فرق بين تركماني وسرياني وعربي وكردي إلا بتقوى القانون ودستور والوطن السوري. فهذا هو السؤال يعني، وهيك رح تكون الإجابة منهم. لكن أسمع كلامهم أصدق، أشوف أمور أستعجب يعني. الأفعال مش بس تكذب الأقوال بل تقتلها، توسعها قتلا يعني، أفعالهم وأقوالهم يعني. طيب هلا إذا في العرف الديني أو الإنساني واحد أفعاله تناقض كلامه، ماذا يمكن أن نسميه؟ شو يعني واحد سلوكه في واد، لا شو في واد، سلوكه ضد أقواله، هذا الشخص أو هذه الجهة أو هذا النظام ماذا يمكن أن نصنفها ضمن تصنيفات التصالح ما بين والانسجام ما بين الأقوال والأفعال؟ مذكور في القرآن الكريم، ونحن في الشهر الفضيل، ومذكور يعني ومعروف. أنا سأترك الإجابة لكم. أقوال حكومة الشرع ونخب والمجاميع اللي تطبل وتزمر لحكومة الشرع، وأفعال هذه الحكومة. إذا بنسألهم أنه طبعا بتطرح عليهم فكرة اللامركزية، لا مركزية انقسام، تقسيم، انفصالية. إذا بتطرح عليهم لا مركزية الدولة، إذا بتطرح عليهم أنه مثلا المنطقة الشرقية، شو منطقة الشرقية، شو لا مركزية؟ طبعا الأكراد وأنا منهم، من الكرد السوريين اللي بيطرحوا نظام لا مركزي لسوريا، ينصف حلب وينصف درعا وينصف السويدة وينصف دمشق وينصف الجزيرة. لا، راح يروحوا يشيطنوا الموضوع، بيقولوا لا الإكراد بدهم امتياز. لك يا حبيبي يا نور عيني، وين الامتياز؟ لو أنا حصرت المطلب هذا في منطقة الجزيرة فأنا أضع سوريا كلها في كفة والجزيرة في كفة. مش صحيح هذا الكلام. أنا أطالب باللامركزية وبنظام توسيع صلاحية الأقاليم في الإطار السوري ضمن الاتحاد السوري. لم أفضل الكردي على الدرزي على الديري على الحلبي، لا، لم يعني مسألة التفضيل مش واردة، أو التخصيص. يريدون تخصيص، بنخصص لهم مقام معين. المقام المعين ليس تخصيصا للسوريين الموجودين في منطقة شرق الفرات. صايرين بتحسسين، اتحسسوا من روجافا، اتحسسوا من المناطق الكردية، اتحسسوا من مناطق ذات الغالبية الكردية، وهلا بيتحسسوا من منطقة شرق الفرات. ما في شيء اسمه شرق الفرات، والله يطلع لك حسن الدغيم بيقول ما في شيء لمنطقة شرق الفرات.
بيطلق الأسامي على اللي بده ويهندس البلد على كيفه على مزاجه، وبعدين بيقول كذا وكذا من القصص هي. فدائما نسمع منهم كلاما مطمئنا: دولة وطنية، دولة عدالة، دولة مساواة، لا فرق، الكل متساوون أمام القانون. في حدا من حكومة الشرع ومن أنصار حكومة الشرع ومن نخب حكومة الشرع بعجرهم ببجرهم بموسى عمرهم بكل الأوبة هاي اللي تطبل، أوبة الهشك بشك هي، يعني اللي تطبل وتسمر لحكومة الشرع وتهلل. في حدا من هاي الحكومة سمعتوا انه يعني يتكلم كلاما مختلفا عن هذا الكلام؟ هذا اللي بنسمعه. الكل متساوون امام القانون، الكل متساوون في الحقوق والواجبات، ما بنفرق ما بنبيز ما بين طائفه وطائفه ثانيه. ماشي؟ طيب، طبخوا مؤتمر حوار وطني، وقالوا هذا بس مؤتمر تشاوري ما له علاقه بشيء، لبين ما مرقوا طالعوا اعلان دستوري او لجنه اعداد اعلان دستوري. هلا انا ما بدي ناقش الشهادات والاجازات، يعني يمكن بتنفضوا هاي اللجنه كلياتها، احسن وحده فيهم تطلع بهيه مارديني، احسن وحده. مثل ما جابوا هند قبوات كامراه مسيحيه، جايبين هلا بهيه مارديني انه هي من اكراد الشام، امراه وسافره وعلمانيه وما بتحط حجاب وتنحدر من اصول كرديه. فكل القصه تضليل بتضليل. هي اللجنه اذا بتعصروها وتفردوها وبتنشفوها، احسن عضو في هي اللجنه هي بهيه مارديني قولا واحدا. لكن هل تصلح بهية مارديني آه، يعني أن تكون عضوة في لجنة إعداد دستور؟ طبعا يعني فلتسامحني الزميلة بهية مارديني، لا طبعا لا. يعني بالمحصلة مرقوا هاي اللجنة وراح، والدستور طبعا يعني الدستور اللي بيشوفوه مطبوخ وجاهز، وهي فقط لتمرير. وهي اللجنة بناء على توصيات وقرارات مؤتمر الحوار الوطني، اللي كان يفترض أن يكون فقط تشاوري ما بين مثقفين ومفكرين ونخب وقصص. كله كذب، كله كذب بكذب بكذب. يعني أنا بحاول أصدق هاي الحكومة أو اللي يدورون في فلكها، بحاول، لكن لا يساعدونني على أن أقتنع بأكاذيبهم، لأنه أكاذيب يعني أدمانة بشعة، يعني لا ما بتنبلع. فالدستور، أي دستور إذا بيحدد بيقول دين رئيس الدولة يهودي، أو اليهودية هي ديانة رئيس الدولة، المسيحية هي ديانة رئيس الدولة، الإسلام ديانة رئيس الدولة، هي دولة مش وطنية أبدا. هذا يعني أنت حصرت منصب رئاسة الجمهورية في جنس معين، وهو الذكور الرجال، وفي قومية معينة، وفي ديانة معينة. هلا القومية مش ذاكرين انه عربي، بس يعني حصر ديانة الرئيس او منصب الرئاسة في المسلمين هو قولا واحدا: اقصاء للمسيحيين، اقصاء للدروس او دروس كمان مسلمين، يعني اقصاء للمسيحيين ولليهود وللإيزيديين وللادينيين. لادينيين كمان الدولة الوطنية تنصفهم، لا ترجمهم، لا تقصيهم، لهم في هذه الدولة ما للمتدين.
بصرف النظر عن دينه. هي الدولة الوطنية الحقة، هاي الدولة الوطنية المحايدة بدون إحالات دينية. طبعا لما بتجي بتناقش هدلوني أنصار الحكومة الجديدة والنظام الجديد، هذا طبيعي، نحن متدينين بالفطرة. إيه حبيبي، أنت متدين بالفطرة، ما حدا جردك من دينك. نحن ما بدنا الدولة تكون متدينة، ما نحدد دين للدولة، ما بيصير تحدد دين للدولة. أنت لما بتحدد ديانة رئيس الدولة الإسلام، فأنت فضلت دينا على الآخر، وهذا غير موجود في الدولة الوطنية قولا واحدا. بعدين أنت وفق تصوراتك وفقهك بتقول المسلمين هن الأغلبية. طبعا أنا هذا الكلام قلته قبل سنوات، أنه الإسلاميين هيك بيفكروا، العرب هن الأغلبية، المسلمين هن الأغلبية ضمن العرب، والسنة هن الأغلبية ضمن المسلمين، وهكذا. وحلقات الضغط هي بده يساووا لي يعني دولة وطنية محكومة بحلقات ضغط من هذا النوع. هي ما اسمها دولة وطنية، اسمها دولة مركزية، دولة الأمة العربية الإسلامية. أنت هي بهيك تصورات لازم تسميها الجمهورية العربية الإسلامية السورية. هاد قولا واحدا، ما له علاقة بالتصور الوطني أو الموضوعي المتعارف عليه للدولة الوطنية. ثانيا، إذا أنت بدك تحدد ديانة رئيس الجمهورية هي الإسلام، أنت لازم تحدد ديانة رئيس مجلس الوزراء. مش معقول تقول ديانة رئيس مجلس الوزراء هي الديانة المسيحية أو الديانة اليهودية أو الديانة الدرزية، فأنت هيك صرت دخلت في مستنقع المحاصصة. يعني إذا حددت ديانة رئيس الدولة، فديانة رئيس الحكومة كمان لازم تحدد. أنت ليش حددت هنيك وهون ما بدك تحدد؟ نفس القصة، نفس المنزلق، نفس المطب. إذا حددت ديانة رئيس الحكومة كمان، لنفترض جدلا أنه أنت حددت، وأنت لازم تحدد، مش معقول تتركها هيك مفتوحة للاجتهادات. الدستور يحدد، ومن يحرر يقرر، وقرر على كيفك، يلا تفضل. فتحديد ديانة رئيس مجلس الوزراء أيضا سيملي عليك تحديد ديانة رئيس مجلس النواب. فأنت هيك صرت، إذا في ديانات مختلفة لهالمناصب، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، وحتى السلطة القضائية كمان، إذا في تحديد للديانات متنوعة، فهذا يعني محاصصة. وصراعة سمانا برفض المحاصصة وكدولة وطنية والكل متساوين. إذا لكي لا تسقط أنت وحكومتك في هذا المنزلق، في هذا المطب، ينبغي أن تلغي أي شيء يوحي، مش بس يصرح، يوحي بديانة رئيس الدولة. اتركها هيك مفتوحة، وطالما أنت واثق من نفسك وأنت الأغلبية، خلاص الرئاسة السورية إلى الأبد رح تكون بإيد أهل السنة والجماعة المسلمين. طالما أنت متأكد من قدرتك بحكم أنت الأغلبية، العرب الأغلبية، المسلمين الأغلبية السنية، راح تطالع لنا بكل دورة انتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية زعيم عربي مسلم سني قوام صوام ملتحي ما بعرف شو. طالما أنت واثق تماما ومالي إيدك من هاي القصة، بلاها. يعني أنت ليش خايف؟ وليش يعني بتحاول أنه يكون الدستور يحمي هذا اللي بتعتبره حق لك؟ لما الأقليات بيطالبوا بحقوقهم بتقول لهم ما بدنا محاصصة، شو كردي، شو ما بعرف شو سرياني.
لكن في هذا الموضوع، ورغم أنه أنت الأغلبية القومية والدينية والطائفية عربي مسلم سني، وصناديق الاقتراع راح تكون ستصطف إلى جانبك، مع ذلك أنت مصر أنه الدستور السوري يكون وارد فيه دين الدولة أو دين رئيس الدولة والإسلام. طيب استمر في هذا الموضوع، لكن اعرف تماما أن السوريين مستيقظين لن ينخدعوا مرة أخرى بهذه الأباطيل والتبريرات السمجة والسخيفة. بدك تعملها دولة دينية، اعملها دولة دينية، قل على منهاج النبوة مثل داعش والنصرة سابقا، خلاص أعلنها. أنت من شو خايف؟ أنت يعني الواحد بيخاف من الله، أنت ليش بتخاف من عبيد الله، من عبد الله؟ ليش؟ خلاص أعلنها طالما أنت هيك شجاع ومؤمن، يعني أعلنها صراحة جهارا نهارا، دولة على منهاج النبوة، وبلاها الفزلكات والحكي الفاضي والفضفاض عن الدولة الوطنية، بلاها. يعني إنه سلوكك وأدائك لا يمت بأي آصرة بأي صلة بالوعي الوطني والدولة الوطنية. نقطة أخرى عفوا، مسألة أنه الإسلام مصدر رئيس لسن القوانين والشرائع في سوريا، يعني تضمين وتأكيد هذه النقطة أو هذا البند في الدستور السوري، وتجاهل الديانة المسيحية والديانة اليهودية، هي ديانات سماوية، والديانة الإيزيدية يعني، وتجاهل المواثيق والأعراف والقانون الدولي والقوانين الوضعية، يعني هذا كمان فيه سعي حثيث ومستميت نحو تأصيل وتركيز دعائم الدولة الدينية في سوريا. ذكر الإسلام، أذكر أنه الأديان السماوية والديانة اليزيدية، وهي كمان ديانة سماوية، بيعبدوا الله سبحانه وتعالى، يعني أبناء الديانة الإيزيدية، وكل هؤلاء ينبغي أن يصار إلى ذكرهم في الدستور، مش فقط استثناء الإسلام. هات كمان هاي تحديد الإسلام، فقط تحديد الإسلام، أنا ما بقول شيله، يا أما بتذكروا الديانات الثانية أو تذكروا أنه الديانات السماوية هي مصادر للتشريع في سوريا، بالإضافة إلى القوانين الوضعية، ميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ميثاق العالمي، وخاصة يعني شو اسمها بهية ماردين، اللي هي كانت صحفية وناشطة في مجال حقوق الإنسان، يعني لازم تكون أكثر حرص حول هالمسائل والأفكار اللي أنا بطرحها. فهذا كمان نقطة يعني لابد منها. يعني عدا عن ذلك أنه المناصب السيادية في الدولة الوطنية مش حكر على جنس معين، يعني رئيس الدولة ممكن أن يكون امرأة، لازم ما يكون في شيء في الدستور يحول دون أن تتولى امرأة رئاسة الدولة، أن تتولى امرأة بصرف النظر عن دينها ومعتقدها، أن تتولى امرأة رئاسة الحكومة، أن تتولى امرأة رئاسة البرلمان، مثل ما هو معمول في تركيا. يعني في تركيا أكثر من مرة نساء تولينا رئاسة البرلمان التركي. هلا الحكومات حتى على زمن
حكومة تانسو تشيلر على زمن الحكومات العلمانية أيضا تولت امرأة رئاسة الحكومة. بعدها في زمن العدالة والتنمية ما عدنا شفنا نساء تولينا رئاسة الحكومة أو في يعني في زمن حكومات حزب العدالة والتنمية، لأنه تركيا مش دولة وطنية، لكن أقله شوي تقتدوا بالأتراك اللي مموليكم وموجهيكم فيما يتعلق ببناء الدولة يعني. نقطة أخرى كمان، أحيانا لما بناقش بعض السوريين في هاي المسألة على مجموعات الواتساب، بيجيني واحد بيقول النموذج اللبناني مثلا. طبعا النموذج اللبناني رغم أنه لبنان المسيحيين هن الأغلبية، وطبعا هذا اللي جاب هذا المثال ما بيعرف أنه راح يرتد عليه، يعني يريد أن يقيم علي الحجة بسند فصار هذا السند حجة عليه. اللبنانيين رغم أنه المسيحيين هن الأغلبية لا يوجد في الدستور اللبناني، وراح تشوفوا رابط الدستور أسفل هذا الفيديو، لا يوجد لا تلميحا ولا تصريحا ديانة رئيس الدولة، ديانة رئيس الحكومة، ديانة رئيس الوزراء. عرفا وبعد اتفاق الطائف جرت توزيع هذه المناصب مشان خلق حالة توازن. الدولة التي على شاكلة لبنان وعلى شاكلة سوريا والعراق هي دول توافقية. إذا أخذناها بمنطق الأغلبيات والأقليات لن تحكم، يعني الأغلبية ستضطهد الأقلية، وإذا صارت أقلية هي الحاكمة على زمن بشار الأسد نفس القصة، يعني ستقمع الأقليات الأخرى والأغلبية السنية. فلبنان رغم أنه الأغلبية مسيحية ما في شيء في الدستور اللبناني مذكور أنه رئيس الدولة ديانته مسيحية أبدا، ولا تحديد لجنس رئيس الحكومة ولا جنس رئيس البرلمان. لكن بعد اتفاق الطائف وحتى نص اتفاق الطائف بإمكانكم تبحثوا، وهو موجود PDF موجود على الإنترنت، إطلاقا نص اتفاق الطائف المذموم المكروه المنتقد لا ينص على ديانة رئيس الدولة وديانة رئيس الحكومة وديانة رئيس مجلس الوزراء. فأي واحد إذا بده يقيم على هوشنج الحجة يكون شوي بيعرف عن شو عم يحكي، ويكون يعني مالئا يديه من الحجج والبراهين التي يقدمها، مو يقدم لي حجة ترتد عليه مع الأسف الشديد. إذا مسألة الدولة الوطنية يعني مش بالحكي. الدولة الوطنية إنه الدولة تكون محصنة من اختراقات دينية وقومية وطائفية، حتى على مسألة العروبة. يعني مذكور في الدستور اللبناني إنه لبنان ينتمي إلى الجامعة العربية وانتماء إلى الأمة العربية والعالم العربي، هيك شيء يعني مش هوية، مش مذكور في تعريف الدولة إنه جمهورية العربية اللبنانية، جمهورية لبنان. وفي العالم العربي موجود يمكن يعني بلدان الخليج اللي أصل العرب من هناك، اليمن اللي أصل العرب كلهم من اليمن ومن الحجاز مش مذكور، يعني دولة قطر، دولة الكويت، البحرين، عمان، اليمن، يعني حتى السعودية فيما بعد، يعني المملكة العربية السعودية، يعني فكثير من جمهورية العراق، شو كمان يعني
المملكة المغربية، في كثير من، وهذه بلدان عربية وتنتمي إلى الجامعة العربية وتفتخر بعروبتها، بس ما عندها هي العقدة البعثية والعقدة الأخوانية هي المركبة، إنه لا، أي إنه هي دولة قومية وراح تبقى إذا أنت قومنت الدولة ما صارت دولة وطنية. هذا ليس يعني حقدا أو كراهية بالعرب كما يصور البعض الحمقى والجهلة. الموضوع مش هيك. الموضوع أنه عندما تشطب أو تزيل العرب، أصلا الآباء المؤسسين للجمهورية السورية ما ذكروا هذا الشيء. مش معقول عروبة حسن الدغيم وأحمد الشرع أكثر وبتنقز عليه هيك أكثر من عروبة الجيل المؤسس للجمهورية السورية. مش معقول. يعني ما في مجال انه المزايدة. وانا سبق حكيت كيف حافظ الاسد حاول انه يعمل مزايدة على عبد الناصر فيما يتعلق بموضوع العروبة والهوية القومية. مقصدي من هذا الكلام الجانب القومي، الإحالات القومية، الصفة القومية لتسمية الدولة، هذا أولا. والإحالات الدينية لأشخاص اللي بيتبوأوا مناصب الدولة، رئيس الدولة، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، القضاة، كل هذه التفاصيل تفضل قوما على قوم، ديانة على ديانات أخرى، مذهبا في إطار الدين الواحد على المذاهب الأخرى. هكذا تشكيل لدولة لا يمكن أن تكون دولة وطنية على الإطلاق. ما يجي واحد يقول لي نحن لدينا نموذجنا الخاص. دخيل نماذجك أنت، يعني قدمت للبشرية أنت ما يعني في القانون، في العلوم، في التشريع، في الفنون، في ما بعرف شو، الكثير. ما والعالم كله عم يمشي وراك ومنتظر منك تقدم له هالنموذج الديني والقومي للدولة الوطنية. نحن لدينا نموذجنا الخاص الذي ينبغي يعني المختلف. بيجي واحد ثاني بيشكك انه يريد ان يفرض علينا النموذج الاوروبي. انا لا افرض، انا اتحدث عن الدولة الوطنية بتجرد. عندك ما يقنع، ومش بس هيك، السوريين بدهم هيك، الأغلبية هيك بيطلع هيك كلام هيك شعوائي وعشوائي. السوريين بدون استفتاءات، بدون يعني مناظرات، بدون كلام في الفضاء العام، يشبع هذه المسألة نقاشا بالوعي، بالبراهين، بالأسانيد الموثقة، مش بالكلام العاطفي والتهويل. وهنالك خوف على العرب، وهنالك خوف على المسلمين، وضمن المسلمين هنالك خوف على السنة. وفي واحد ما بعرف شو بيطلع بيقول المسلم السني الكيوت واخطر من الدرزي واخطر من العلوي واخطر من العلوي والكردي وهيك، والناس ملتمة حواليه وفرحانين وبيدعموا هذا التصور الفاشي الذي يحاول أن يستهدف المسلمين السنة اللي بيفكروا بشوي عقلانية، ما بيفكروا مثله بطائفية مقيدة مكروهة نتنة، وفي هيك دعم وهوبرة لهيك أشخاص يعني فاشيين حد النخاع. ما في لا خوف على العروبة ولا خوف على الدين الإسلامي ولا على مذهب أهل السنة والجماعة. لما الأقليات الصغيرة تطالب بحقوقها لا تخافوا، أنتم من شو خايفين؟ وبينهم بين نفسهم بيقول هنالك خطر يتهدد العرب
والعروبة والإسلام وإسلاماه وعربه من الكلام الذي يخاطب الغرائز بهذه الطريقة، بهذا المنهاج، بهذا التصور، وبهذا المخطط الخطير. لا يمكن التأسيس لدولة وطنية. هذا بهيك طريقة يمكن التأسيس للمزيد من الانقسامات، للمزيد من النزاعات، للمزيد من الصراعات، وربما يعني يكون شكلنا مثل شكل لبنان اللي مر بحرب أهلية أولى وثانية لبين ما استقر على اتفاق الطائف. يعني نحن مررنا بحرب أهلية. من يحكمون سوريا الآن ربما يعني يمهدون للتقسيم. هم بهذا السلوك المدمر والمضلل يمهد للتقسيم وللصراعات، ولا سمح الله يعني لحرب أهلية مقبلة. آمل أنه الأمور يعني لا تصل إلى تلك المنزلقات الخطيرة، وسوريا ما عادت تحتمل المزيد من التزمت والانغلاق والفاشية القومية والفاشية الدينية، سواء كانت عربية أو كردية أو سريانية أو تركمانية. سوريا تستحق نموذج وطني خالص مصفى نقي من الشوائب والإحالات القومية والدينية، يعني يكون مع دستور متوازن يضمن يعني حقوق الجميع. أي دستور لا يضمن حقوق السريان، كيف السريان راح يشعروا بالانتماء لهذا البلد؟ أي دستور لا يضمن حقوق التركمان، كيف للتركمان أن يشعروا بالانتماء؟ راح يشعروا بالانتماء لتركيا مش لسوريا. إذا ما في دستور يضمن لهم خصوصية وحقوق. الكرد أيضا إذا لم يكن هنالك دستور يضمن خصوصيتهم وهويتهم ولغتهم وثقافتهم وحقوقهم، لن يشعروا بالانتماء إلى بلد يهضم حقوقه. في أي بلد يعني مثلا الإنسان كلما حصل على الحرية والحقوق والكرامة يشعر بالانتماء إلى هذا البلد، سواء كان بلده أو غير بلده. أكتفي بهذا القدر على أمل الحديث في مواضيع أخرى، وأن تكون الأفكار واضحة. واللي بينتقد خليه يركز على الأفكار، ما يركز على الهيئة والعلم موجود ولا مو موجود. العلم السوري هو موجود، وأنا فخور بالعلم الكردي وفخور بالعلم السوري وفخور بسوريتي وفخور بكرديتي، وعلى أمل أن يكون المستقبل يعني يضمن لنا سوريا وطنية تحتضن الجميع وتكون لجميع السوريين. تحياتي ودمتم بخير.